أنا النهاردة جاية أكلمك عن 10 حاجات. كل ما تصرفي على الحاجات دي أكتر كل ما هتكسبي أكتر. يعني مش بقولك حوشي، لا أنا بقولك اصرفي عليهم، على عكس سلسلة الفيديوهات بتاعة الوعي المالي اللي احنا عملناها قبل كده. طيب، النوت اللي انتوا بتحبوها هي والخطط زي كل مرة كده أنا كاتبة الحاجات اللي أنا هكلمكم فيها النهاردة، وفي آخر الفيديو خالص هجمعها لكم وأعمل لكم اختصار بيها، وهصور لكم برضو ال10 أفكار دول، اللي حابب يحتفظ بيهم سكرين شوت هيلاقيهم. وعايزة أقول لكم إن في أفكار أكتر، أنا أصلا كنت كاتبة حاجات أكتر منهم، أنا اخترت 10 بس، وبإذن الله نكمل نفس الفكرة كده الفيديو الجاي. تعالوا نبدأ على طول. أول حاجة بوصيكي إنك تصرفي عليها كتير، هي الحاجة اللي لو صرفتي عليها هتجيبلك فلوس. ايه الجمله دي؟ انا اصرف عليها وهي اللي هتجيب لي فلوس؟ تعالى اشرح لك قصدي ايه. قصدي انه مثلا ممكن حد يكون عنده اللغه بتاعته مش قوي، اي لغه يعني مثلا، وفي شغل قدامه محتاج لغه معينه، انجليش، الماني، اي حاجه. هو لو خد كورس مثلا في اللغه دي هيتحط في وظيفه حلوه، او هيبقى في وظيفته بس هيطلع لليفل مثلا اعلى فيها، او الكلام ده كله، ومثلا مرتبه هيعلى او هيجيب له فلوس اكتر، او الكلام ده كله، يبقى تصرفي على الكورس ده وتروحي تاخديه. طيب اصرف على ايه تاني مثلا ممكن يجيب لي فلوس؟ انا عندي مهارة معينة، انا بعرف اخيط، انا بعرف اعمل عارفين الحاجات الكونكريت، الديكورات اللي طالعه دي، مثلا انا بعرف اعمل اكسسوارات، انا بعرف اعمل اي حاجة، تمام. بس انا لما بعمل القطعة دي ايا كانت هي ايه بقى، الفينش مثلا بتاعها ما بيبقاش احسن حاجة. فحتى لو فكرت ان انا هشتغل الشغلانة دي او افتح مشروع ده، انا عارفه ان انا مثلا الفينش اللي انا بعمله ده هبيع الحاجه ب100 جنيه، لكن انا لو خدت الكورس ده والحاجه بجد بقت مظبوطه وفينش تحفه وحاجه بجد احترافيه، انا ممكن ابيع القطعه مثلا ب 300 400 جنيه وهكذا. انا بديكي بضرب ارقام يعني. يبقى دي حاجه انا فعلا اصرف عليها، يبقى انا اروح اخد كورس في الموضوع ده عشان اتعلم كويس قوي، عشان القطعه تطلع مني احترافيه، وان انا استفيد، والفلوس اللي انا هدفعها في الكورس دي هي هتدخل لي، وهتدخل لي طبعا بالزياده. تمام، ما انا هكسب بقى، انا هفضل اكسب على طول، لكن الكورس ده انا هدفع فيه مره واحده. طيب انا واحده مثلا زي كده مثلا صاحبه محتوى، فانا المفروض اصرف في مايك، في كاميرا، في حامل كده عشان احط عليه الموبايل، جوده الموبايل تبقى اعلى. طيب فرضا في محتويات تانية، مش انا بس، في محتويات تانية مثلا، انا بمنتج على برامج مجانيه، في محتويات تانية بتحتاج ان هي مثلا بتبقى العاب، حاجات يعني حاجات اكتر، الشاشه بيبقى عليها صور والوان وحركات وحاجات كده. فلا هو ممكن يشترك في برنامج مونتاج بفلوس، وده هيعود عليه في محتواه اكتر، هيجيب له مثلا مشاهدات، هيعمل له حاجه، وهكذا. انا حد بشتغل على الكمبيوتر 24 ساعه، انا قاعده على المكتب، يبقى انا اصرف على مكتب كويس، اصرف على كرسي يريح ظهري. ما هو انا مش بعمل حاجه عشان اتعب صحتي في الاخر، الكرسي على المكتب ده حاجه اساسيه جدا. انا ممكن لو انا معايا فلوس احدث اللابتوب بتاعي. بصوا افكار كتير، يعني لو دخلتي في الموضوع ده افكار كتير، طبعا انا مش هلم كل الافكار دلوقتي، بس انت لو عندك مهاره معينه او عندك حاجه معينه بتعرفي تعمليها، وحاسه انك لو صرفتي على حاجه معينه هتجيب لك فلوس اكتر، اعملي كده فورا فورا. يعني زي بقول لك، كورسات، ادوات تصوير، كرسي، تتعلمي لغات، تتعلمي اي كورس في اي حاجه، لا اعملي كده. تمام، يبقى الحاجه طالما هتجيب لي فلوس اصرف عليها بقلب، وانا عارفه ان الفلوس دي راجعه لي. تاني حاجه تصرفي عليها وانت مش ندمانه خالص هي شراء الذهب. هتقولي لي انت قلت لنا شراء الذهب قبل كده واتكلمنا عنه يا نوني، وفي الاخر الذهب نزل بعدها. مش مهم جدا، ولا اكنك شايفه السعر، ولا اكنك في اي حاجه، بالعكس انت لو جبتي بالغالي ومعاكي فلوس دلوقتي هاتي تاني بالرخيص، اصلا ده بيعوض ده، بشرط ان وانت بتشتري الذهب ده انت عارفه ان الفلوس دي متشاله. مش هقول لك يا ستي 5 سنين و10 سنين زي ما الناس بتقول، بس مش اقل من سنتين 3. هتنسيهم، هتنسي القطعه دي سنتين 3. في ناس بتجيب ذهب الشهر ده عشان هي عارفه انها هتبيعه الشهر الجاي او الشهر اللي بعده، او انا الثلاث 4 شهور بس بمسك فلوس فيه، مش مضمون. لا هتدفعيه ممكن السعر نفسه ينزل، غير ان انت دافعه مصنعيه، غير الكلام ده كله. لكن لو انت بجد هتسيبي الذهب ده معاكي فتره، يبقى تمام، استثمري فيه على طول، واي فلوس تجيلك طلعي منها ولو جزء صغير. واظن حوار الذهب ده كله اتكلمنا فيه، واتكلمنا في السبائك الصغيره، وازاي ابدا من 1000 جنيه ان انا اجيب ذهب، والكلام ده كله في سلسله الوعي المالي، هسيبها لكم في اول كومنت مثبت. ده بالذات مع الزمن بيتضاعف بيتضاعف. وبعدين انا بحسه كمان مش عمله او مش كده، مش عارفه، انا عندي قناعه كده ان دي حاجه ربنا اللي خالقها في الارض، يعني مش عارفه، انا حاسه ان قيمتها فيها حاجه، يعني ربنا اللي خالقها غير العملات اللي البني ادمين بتبقى عاملاها. فانا دايما عندي ثقه فيه، وعلى مر العصور طبعا هو اثبت كده بصراحه، مش محتاجين نتكلم عنه. طيب، النقطه اللي بعد كده اللي انا هكلمكم فيها وهي نقطه الصحه. الصحه دي بقى بيندرج من تحتها نقط كتير قوي.
تمام. طيب تالت نقطه معانا اللي هي هتخص نقطه الصحه دي، هي جوده الاكل والشرب اللي انت بتاكليهم. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو معاكي فلوس صغيره تروحي تشتري ازازه زيت زيتون نظيفه، وما تروحيش تشتري بلوزه تلبسيها او بيجامه او اي حاجه. انا عندي تصرفي على صحتك احسن. وجوده بقى الاكل والشرب نفسه، ان انا اجيب الحاجه بجوده، ما اروحش اجيبها من تحت السلم. يعني ما اروحش اجيب في ازاز زيت زيتون ما اعرفش ب 60 جنيه وب 100 جنيه وحاجات كده. ما اعرفش، انا ما اعرفش، بس انا ما عنديش ثقه في الحاجات بالذات اللي هي يعني بتدخل صحتنا ان هي تبقى داون قوي كده. تمام. انا بحب اصرف في حاجه مضمونه. طيب مش كل الناس معاها انها تصرف في حاجات مضمونه. هندي مثال باللحمه والفراخ والحاجات دي كلها. انا واحده من الناس ما بحبش حاجه اسمها لحمه مجمده، لحمه مش عارفه مستورده هندي برازيلي مش عارفه ايه، ايا كانت المسميات دي. انا ما بحبش كده. انا بحب اروح اشتري اللحمه بلدي من حد كويس. لو عندي حد ب 300 مثلا وحد ب 450 وحد ب 550، انا بختار الوسط. بجيب في الرينج المعقول. في جزارات بنبقى عارفين انها بتأفور قوي، وفي حاجات تحت قوي تشكك فيها. فانا ما بحبش اجيب ده. طب ما هو بقى اصل احنا ما معناش نجيب كل يوم، واصل بقى الكلام ده للناس الاغنياء، وصل وصل وصل. لا حضرتك، انا ما اقصدش كده ابدا اطلاقا. انا عندي تاكليها مره واحده احسن ما تاكليها 3 4 مرات. يعني هو لو طول الاسبوع هنختار هو يوم واحد اللي هناكل فيه، طول الاسبوعين هختار هو يوم واحد اللي هاكل فيه اللحمه او الفراخ. بس اجيبها مضمونه، ابقى عارفه ان الحاجه اللي دخلت جسمي دي على الاقل هيستفيد منها ولو جزء بسيط، مش داخله تضره. يعني انا فرحتي عماله اكل اللحمه والفراخ 4 5 ايام وانا بجيب لنفسي امراض، انا كده استفدت ايه؟ هي متعه زائله، متعه مؤقته، وبعد كده يعني هدخل في قصص تانية اوحش. فليه؟ لا، انا اكل الحاجه بجوده، اختار الحاجه. انا طول عمري الفراخ البيضه دي بقى من قبل الطيبات ومن قبل الكلام ده كله، انا مش عارفه، ما بتجيش معايا خالص بصراحه. ما عنديش ثقه فيها نهائي. ومؤخرا والله قفلت من الفراخ، مش عشان انا ماشيه على الطيبات، انا مش ماشيه على الطيبات خالص، بس ما اعرفش الفراخ كلها قفلت منها يعني. بس طبعا لو هي من مكان مضمون بس انا اجيب حاجه واحده بلدي محترمه احسن ما اقعد اجيب لاولادي 3 4 ايام والحاجه مش مفيش ثقه في مصدرها نهائي. لا انا ما اعرفش عنها حاجه. حتى الخضار والفاكهه والكلام ده كله برضو بيبقى فيه اسعار متفاوته، بس بتحسي انه لو غليتي 5 جنيه في الحاجه بتبقى الحاجه برضو جودتها افضل شويه. اجيب مثلا نوع عسل نحل محترم اخده طول الشهر، بدل ما انا اخده يا ستي ليل نهار، لا انا هجيب حاجه محترمه غاليه، هي معلقه واحده على الريق وشكرا. يعني انا اقلل استهلاكي، انا اقنن الحاجه اللي انا باخدها، لكن ما امنعهاش، ولا ان انا اروح اجيب حاجه وحشه عشان افضل اكل فيها ليل ونهار. لا، لازم ابقى واعيه ايه اللي بيدخل بقي، ايه اللي بيدخل بقي من الاكل والشرب. مش كل حاجه مصنعات، مش كل حاجه حاجات مواد حافظه. مش هينفع. مش هينفع بايا كان. احنا في الزمن بتاعنا ده الامراض بتظهر بدري وكل حاجه بتظهر بدري، لازم ناخد بالنا من صحتنا اللي هنتسال عليها دي. فلازم يكون في جوده في الاكل والشرب، وانا كمان ابقى واعيه ان انا لو عكيت اعك مره ما اعكش التانيه، عكيت يوم ما اعكش التاني، وجبه الوجبتين التانيين احافظ، وهكذا. طيب رابع نقطه في نقطه اللي هي بقى تخص برضو الصحه معانا النهارده، هي فيتاميناتك وتحاليلك. صدقوني دول برضو اولى من اي حاجه، اولى من الهدوم، اولى من اي حاجه. طيب قصه التحاليل هي غاليه، وفي ناس كتير قوي ما بتحبش تعملها، وبتحاول تخمن عشان تعرف هي عندها ايه ومش عارفه ايه والكلام ده كله. انا هقول لكم انا عن نفسي عملت ايه، لانه فعلا انا مش كل كام شهر هروح ادفع كذا الف في تحاليل. اللي انا بقوله ده تجربه شخصيه لا انصح بيها احد اطلاقا. انت لو تقدري تحللي طبعا تحللي وتعملي تمشي على الحاجه مظبوطه، انك تحللي باستمرار. بس انا هقول لكم انا عملت ايه. انا عن نفسي بعمل زي خريطه لجسمي. ازاي؟ انا رحت عملت مره كل حاجه بقى تخطر على بالكم. يعني مثلا السي بي سي بقى عموما، عملت بقى الفيريتين عشان اعرف مخزون الحديد لوحده كام، عملت دال، عملت كالسيوم، عملت مغنيسيوم، عملت مش عارف يعني فاهمين كل، والغده ومش عارفه ايه. تعملي تحليل بول على فكره وتعرفي عندك صديد او املاح او الكلام ده ولا لا. قلنا السكر تقريبا، مش فاكره قلت ولا لا. تعملي السكر، يعني تعملي الحاجات الاساسيه المعروفه، وظائف كبد ووظائف كلى الكلام ده كله. وانا يعني قدرا انا كده كده كنت تعبانه، وكان الدكتور بيكتب لي تحاليل فقلت له يكتب كل حاجه. فانا بقى عشان مثلا عندي برضو حساسيات تانية، فعملت حساسيه لاكتوز ومش عارفه مين وقصص تانية كده والتهابات معده وحاجات كده. لكن انت لو الحمد لله كويسه بتعملي الحاجات العاديه اللي هي بقى غده وسكر وبتاع وكده، وشويه الفيتامينات اللي قلنا عليهم. طيب انا عرفت، يعني انا يوم ما عملت التحليل ده مثلا من سنتين قول تقريبا، يعني مش متذكره قوي، كان دال عندي واقع. تمام. يبقى انا كانت طبيعه جسمي ساعتها ايه؟ دال عندي قليل. هبدا اخد كورس فيتامين د بالعقل كده. كورس فيتامين د هيعلي لي فيتامين د هيظبطه. طب ما انا لو وقفت
هل انا طبيعه حياتي اتغيرت؟ يعني هل انا بقيت شخص بشوف الشمس، بخرج بالنهار، لا، انا لازلت ما بخرجش بالنهار. طب ما هو ده اللي هيعلى منين؟ انا بقى بشغل مخي ساعتها، مش لازم ان انا اروح اصرف قد كده عشان اعمل دال تاني. ما هو انا عرفت خلاص ان انا طبيعه جسمي ما فيهوش دال وعلينا دال، لو ما فضلتش اخده هيقع مني تاني، يبقى انا لازم افضل اخده. تمام، يبقى انا فهمت بس بدايه السكه، زي ما بقول لك كده، رسمت خريطه، عرفت انا جسمي ماشي ازاي، بمشي وراه. طيب الحديد، انا ساعات بروح اعمل فيريتين لوحده، ده بقى بعمله كل فتره كده، برضو دايما ناقص. فخلاص انا اقلمت نفسي برضو ان انا نظام حياتي ان انا اخد مثلا شهر واوقف شهر، اخد شهرين واوقف شهر، وهكذا. شويه شهر اقول لا انا هاخد حاجات طبيعيه، اخد بقى في الشتاء بقى بيبقى بنجر وفراوله مش عارفه ايه اكتر، دلوقتي في فرصه ان انا اكل فلفل. تمام، يوم لقيت نفسي خدت حاجات طبيعيه فمش باخد المكمل، يوم ما فيش الاكل لا ما كانش فيه حديد فباخد المكمل. فاهمين؟ انا ماشياها كده، انت بتبقي فاهمه طبيعه جسمك ايه وبتتعاملي على اساسه. طيب المغنيسيوم، والله بتحسي بوجع في عظمك دايما باستمرار. تمام، برضو شوفي انت، انا برضو كانت نسبته واقعه، انا ساعتها كان كل الفيتامينات واقعه عندي لاني كنت طالعه من دور شديد. فبتحسي بقى بالام دايما، بتحسي بارق، نومك مش مظبوط بتاع، يبقى المغنيسيوم ناقصك فهتاخديه بالليل. تمام. الزنك ده حلو جدا، الزنك ده عموما برضو خدوه يعني. فيتامين ب 12، كل اسبوع كل اسبوعين خدي لك ابره ديبوفيت، كده كده هو ب 12 لما بيزيد في الجسم ما بيضرش، هو بينزل اصلا يعني عادي، بيدوب في الميه وبينزل من جسمك ما بيضركيش. طيب انا بقول لك بقى الكلام ده تروحي برده تاخديه عشوائي؟ لا، لازم تكوني واخده كويس قوي الفيتامين اللي انت هتاخديه ده، تقري عشان استفيد منه اقصى استفاده، لازم اخده ازاي، بمعنى عشان ما يضرنيش. يعني انا لو فيتامين د خدته وانا مش واخده دهون قبله، ده ترسب في جسمك اذاكي اصلا، فانت برضو لازم يكون عندك وعي وتقري الاول. تمام. لكن ده لو انا لازم اخد قبله دهون عشان هو بيدوب في الدهون، فلما يدوب في الدهون دخل جسمك داب خلاص. طيب لو انا ما خدتش دهون قبله هو كده ترسب على جسمك واذاكي. فهمتي القصه؟ طيب حاليا انا مثلا خدت دال كتير على بعض، ما هو اليوم برضو هما مثلا 3 وجبات، فانا هاخد كل ما ممكن حد يسال دلوقتي سؤال، هي بتقول 100 نوع فيتامين دلوقتي، طب انا هاخدهم ازاي كلهم على خلال اليوم؟ اكيد انا مش باخد كل ده في يوم واحد. تمام. يعني مثلا دال خدته فتره وقفته، بعد كده مثلا في نوع كده جبته مثلا كالسيوم مع دال مع كيتو بالمره، عشان الكيتو برضو مهم ان دال ده يدوب معاكي، فجبت الثلاثه مع بعض، ده ممكن اخده بعد الفطار. تمام، عشان ممكن تكوني مثلا واكله بيض فيه دهون فيه مش عارفه ايه كده. الحديد خليه بعد الغداء، المغنيسيوم بالليل. خدنا الكلام ده النهارده، ممكن بكره اخد 2 بس، ممكن بكره اخد 1 بس، وهكذا. فاهمين؟ انا مش ماشياها الصح برضو انك تمشي على الحاجه كورس 3 شهور الكلام ده كله، لا. بس انت ممكن ما تكونيش محتاجه كل دول، ممكن تكوني محتاجاهم. افهمي جسمك، افهمي طبيعتك، شوفي ناقصك ايه وامشي وراه. حاليا برضو كنت منزله لكم ستوري على الفيسبوك، في اكياس البرافوتين دي جبتها بجربها، انا كده كده خدتها قبل كده كذا مره يعني، بس برضو ماشيه عليها دلوقتي بقى ان انا ايه هخلص علبه على بعض كده برضو بانتظام، واشوف فرق في النشاط وفرق في الحديد والكلام ده كله، وهقول لكم برضو ايه عجبتني ولا لا. واكياس البرافوتين ما تتعارضش تماما ان انت تاخدي حديد معاها لو الدنيا واقعه عندك قوي، لكن لو مش واقعه عندك قوي هي كفايه وخفيفه على المعده وطعمها حلو وكل حاجه تمام. طيب حاجه مهمه جدا بقى وبتجيلي من اسئلتكم في الكومنتات انك لازم تصرفي عليها، ودي النقطه رقم 5، وهي العلاج الطبيعي. لسه في كومنت جاي لي من فيديوهين تقريبا لما كنت واحده كتبت لي المتابعه بتقول ان هي حاسه بتانيب الضمير وعماله تلوم نفسها ان هي شالت حاجه تقيله مثلا وظهرها وجعها، فهي مش عارفه ايه الحل. طب هو الحل في الزعل؟ طب انا عملت غلط، تمام، احنا بني ادمين واحنا بنذنب واحنا بنخطئ واحنا بنعمل كل حاجه، غلطتي في حق نفسك مثلا وكان المفروض تحرصي وما حرصتيش، خلاص اللي حصل حصل، انا هقعد زعلانه جنبه ليه؟ طب ما افكر في اللي جاي، افكر اصلح ده ازاي. ما تزعليش، قلت لكم الزعل بيزود التعب مش بيقلله، طول ما انت زعلانه هتفضلي تعبانه. اربطي ده بده، عايزه تخفي بطلي زعل، خلاص بسيطه، معادله بسيطه، عايزه تخفي بطلي زعل اللي انت فيه ده واطلعي من الحاله النفسيه دي. لكن في كتير على فكره بقى على مدار من اول ما فتحت القناه كل شويه بيتكتب لي ان حد بيبقى عنده مشكله صحيه معينه، ما تهملوش العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي حاجه مهمه جدا، افضلي ورا الدكتور بتاعك، خلصتي الكورس اللي معاه اعملوا علاج طبيعي يا بنات. بصوا اولى من اي حاجه، يعني لو بتقعدي تقولي لا انا بوفر عشان ولادي، لا انا بوفر عشان البيت ناقصه كذا، انا عايزه اجيب كذا مش عارفه ايه، ما هو انت اساس البيت ده، انت اللي شايله البيت ده، انت اللي قايمه تخدميهم، انت اللي قايمه تعملي كل حاجه. فالعلاج الطبيعي لصحتك دي حاجه مهمه جدا، ما ينفعش. انت لو عايزه تتطوري، عايزه تشتغلي، عايزه تعملي حاجه لنفسك، حتى لو انت سنجل مش شرط متزوجه او ولاد او كده، هو في بعد الصحه، يعني في بعد صحتنا، لو معاكي مال قارون مش هتعرفي تستفيدي منه ولا تتبسطي بجنيه واحد وانت ما عندكيش صحه.
لو عندك وقت الدنيا والاخره وموفره وقت وكل حاجه وانت ما عندكيش صحه مش هتتبسطي. هي الصحه اساس كل حاجه. فاعملوا علاج طبيعي، ما تهملوش، وفضي وقت واهملي البيت في الفتره دي، وروحي خلصي جلساتك. بعد ما تخلصي جلساتك شوفي هتبقي شعله نشاط في البيت عامله ازاي. ما تعمليش حساب اي حاجه، عندك حاجه المفروض تاخدي بالك منها لنفسك خدي بالك منها. طيب سادس حاجه، ويمكن دي بقى اول حاجه في الصحه، ليه؟ لان الف ب يومنا احنا نايمين صحينا، يبقى انا المفروض انام بجوده حلوه، احافظ على جوده نومي عشان تبقى صحتي كويسه. يعني ايه جوده نومك؟ يعني زي ما قلت لكم، مثلا لو انت عندك ارق شوفي بقى مغنيسيوم، ميلاتونين، الكلام ده كله عشان تنامي كويس. طب انا نايمه كويس بس انا نايمه على مخده استغفر الله العظيم يا رب تجيب اكتئاب مثلا بتوجع رقبتك. انا جت عليا فتره انا كنت متجوزه بالمخدات والمرتبه والحاجات القطن، كنا بننجد لسه ايام بقى ما كانش المراتب الجاهزه وكده. فالمخدات بجد كانت متعبه بالنسبه لي جدا جدا. يعني يمكن انا جبت لاولادي بقى مراتب جاهزه بقى في السراير بتاعه اوضتهم عشان كانت جديده بعد الجواز. انا ما برتاحش في المراتب الجاهزه قوي، انا مرتاحه في المرتبه القطن بتاعتي الحمد لله كويس. لكن المخدات كانت وحشه قوي، فبدلتهم جبت فايبر احسن، هتعرفي تغسليها هتعرفي تنضفيها، غير انها طريه شويه، القطن برضو بتبقى ناشفه. فشوفي انت بترتاحي لايه واعمليه، بس لازم تبقي قايمه من النوم مرتاحه، كانت رقبتك مرتاحه وانت نايمه، كان جسمك مرتاح. فجوده نومك دي مهمه جدا، دي حاجه ما ينفعش ان احنا نفوتها ابدا. مخده مش شرط تبقى اغلى حاجه في الدنيا، بس هاتيها برضو وسط عشان تبقى جودتها كويسه، وان شاء الله برضو تريحك لو عندك مشكله في النقطه دي. طيب سابع حاجه تخص نقطه الصحه، انا دلوقتي واحده ست بحط بقى سكين كير وهير كير والكلام ده كله، انا عندي يا اجيب الحاجه نظيفه يا ما اجيبش. يعني انا استخدم زي مامي زمان اللي هي دوبك هي علبه الكريم، اجيب علبه كريم كده كويسه وخلاص، يا اما اجيب حاجه نظيفه. لكن مثلا لو انا عايزه اجيب زيوت لشعري، او في ناس بتحب الزيوت على وشها، زيت لوز حلو، جوجوبا، اي حاجه بالكلام ده، اروح اجيبها من عطار تحت السلم، لا شكرا مش عايزين، ما تجيبيش، اقعدي من غير ارحم، ما تضري نفسك. عامله زي اللحمه المجمده، لما انا بقول لك انت هتحطي حاجه صرفتي فيها فلوس حطيتيها ويا فرحتي انت اذيتي نفسك، فهتقعدي تعالجي باضعاف اللي انت وفرتيه. فهاتي حاجه نظيفه، يعني مش بقولك لدرجه حاجات مستورده، بس على الاقل مثلا لو هتجيبي زيوت روحي امتنان كويس واسعاره معقوله. احوش واجيب حاجه واحده نظيفه كل فتره احسن ما اجيب 4 5 حاجات ما لهمش اي لازمه. ما نقعدش بقى نجرب في وشنا وفي شعرنا وفي الكلام ده كله، لا لازم الحاجات اللي بحطها برضو يكون جودتها كويسه. طيب ايه هيفرق في صحتي؟ تامن نقطه، ان انا اجيب خامات لبس مريحه. يعني انا عن نفسي واحده ما برتاحش غير في القطن، لو مش قطن في شعر بالذات 6 و7 و8 و9 دول انت جسمك هيلتهب ومش هتبقي متضايقه، وسوري معلش ريحتك مش هتبقى الطف حاجه، الخامات دي بتطلع كده ريحه عرق وحشه في الصيف مش عارفه ايه. فهاتي حاجات، يعني بصوا بلاقي مثلا ساعات بيجامات ب 200 جنيه وحاجات كده، وهي نفس البيجامه بالبرنت بكل حاجه بتاعتها ب 600 جنيه، بيبقى فارق، يعني الخامه فارقه قوي. فبدل ما اروح اجيب 2 3 من دي اجيب واحده من دي، يعني مش عارفه اكيد بتفرق. والحاجه كمان بتعيش، يعني انت السنه الجايه هتلاقي الاتنين 3 دول باظوا ووبروا ومعرفش ايه وحاجات بقت وحشه قوي اترمت، لكن الواحده بتفضل نظيفه. في السنه الجايه هيبقى عندك غيرين، السنه اللي بعدها يبقى عندك 3 وهكذا هيزيدوا، لكن الرخيص ده والله بترمي وهتفضلي طول الوقت ما عندكيش هدوم وتفضلي طول الوقت عايزه تشتري. طيب ايه تاني في لبسي ان انا اخد بالي منه؟ الشرابات. الشرابات دي كارثه، الشرابات اللي بتتباع على الرصيف دي ساعات برضو بيبقى فيه انواع حلوه وقطن حتى لو هي من على الرصيف، وساعات بيبقى فيه حاجات بوليستر بزياده. انا اعرف ناس طلعت لهم عين سمكه واتاذوا في رجلهم، واصلا بتخلي ريحه الكوتشيات مش لطيفه وريحه رجلك مش لطيفه، ومع الوقت بتحسي ان خلاص رجلك بقت بتعمل الريحه دي. فالشرابات لازم نجيب حاجات قطن بجد، يعني لازم نهتم بالنقطه دي قوي. الشوزات مش شرط يبقى عندك 100 شوز، بس لازم يبقى عندك حاجه مريحه، بالذات لو انت بتنزلي وتطلعي كتير بتحبي تمشي مثلا، رياضه المشي نفسها، انت اللي بتجيبي حاجه البيت والطلبات والكلام ده كله، هاتي حاجه سوفت مريحه، مش لازم بقى بربطه الكلام ده كله. انا بحب اللي هو شكل السكتشر ده، تلبسيه من غير رباط من غير اي حاجه، سهل ومريح، وتجيبي حاجه طريه على رجلك. رجلك هتاثر على عمودك الفقري، هتاثر على صحتك كلها، فاهتمي برضو برجلك. مش مهم ان انت تبقي لابسه اغلى حاجه من فوق، لكن رجلك تبقى مرتاحه. طيب تاسع حاجة وهي هتخص صحتك، وهي الرياضة. لو انت واحدة ما بتتشجعش، الرياضة مش شرط نصرف فيها، لان احنا ممكن زي ما قلنا قبل كده بابليكيشن في البيت ببلاش انت تقومي تعملي رياضة. لكن لو انت في حاجة هتشجعك فهتصرفي، يعني لو عايزة تروحي جيم فهتشتركي، لو عايزة تجيبي ادوات معينة في بيتك، لو الحاجة دي هي اللي هتقومك وتخليكي تلعبي رياضة اصرفي عليها.
دي حاجه اساسيه. تمام، يعني اعملي كده. انا كده بقى بصرف في المكان الصح لو انا مش هقوم اعمل الخطوه دي الا بالطريقه دي. طيب، عاشر حاجه والاخيره تخص نقطه الصحه، وهي صحتك النفسيه. صحتك النفسيه دي مهمه جدا. احنا عمالين نقول نتطور ونعمل ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ونربي وننظف ونخلص في كراكيب، لكن لازم يوم فري كل فتره. يوم فري كده بتاعك. صحتك النفسيه محتاجه ايه؟ انت ممكن تكوني حوشتي شويه تروحي تاكلي اكله نفسك فيها بتحبيها، ملهاش اي 60 لازمه، بس هي هتبسطك. تمام، مش بنعمل ده كل يوم، ومش شرط يكون كل شهر، لكن كل فتره لازم تعملي يوم تفصلي فيه، تروحي تاكلي اكله حلوه، تجمعي عشان تروحي سفريه حلوه في الصيف مثلا، تطلعي مصيف، تطلعي حاجه. دي من اولويات. في ناس لاغيه قصه السفر دي من حياتها او الكلام ده كله، لكن انا بحس انه لا، احنا بنبقى محتاجين الاسبوع ده اكنك عملتي ريفرش كده، بتشدي الفيشه، الجهاز يرتاح، تبداي تحطي الفيشه يعرف يشتغل تاني بقوه حلوه. لكن هيفضل شغال كده متواصل هيتحرق منك. فلازم برضو تصرفي على صحتك النفسيه. طيب، هنا في محيطك، مش بقولك بقى سفر، لو متاح عندك تروحي مثلا سبا، جاكوزي، لو المكان امان يعني وينفع وكده، تمام. صحتك النفسيه، لو انت في ناس بتحب الجيم، مش فكره الرياضه، فكره ان هو بيرفع روحهم المعنويه وبيتبسطوا والكلام ده كله، تمام، اصرفي عليه. في ناس بتبقى محتاره لو شعرها وحش تعمل بروتين باضراره ولا ما تعملش. لو شعرك واصل لدرجه ان هو تعب نفسيتك، في ناس بجد بتبقى مخنوقه ليل نهار، هي مش عارفه تعالجه، هو هيش زياده عن اللزوم، مش عارفه ايه، ما معهاش فلوس تعمل جلسات بقى باستمرار وتقعد تصرف كل مثلا شهر او كل اسبوعين تروح تعمل جلسه. لو انت شعرك تعب نفسيتك للدرجه دي، اعملي بروتين. ده مضر وده مضر. يعني البروتين بيعمل تساقط وطبيعه فتله شعرك بتتغير ومش عارفه ايه والكلام ده كله، ونفسيتك تعبانه. نفسيتك اولى، صدقيني. لا، لو واصله المرحله دي، بس استنضفي مكان وروحي اعمليه، وبعد كده بقي اعملي كده عنايه. على الاقل هتبقي نسيتي شعرك سنه كامله مثلا، على بقى ما يطلع تاني وتضطري ان انت تروحي تعملي تاني. هتعيشي سنه مبسوطه من عمرك. احنا يا عالم هنعيش كام سنه؟ فتعيشي سنه مبسوطه من عمرك، وانت كل ما تبصي في المرايه يبقى شكلك حلو، ونفسيتك هتاثر على كل حاجه في حياتك. العشر نقط دول هم مول كلهم، دول 10 بس. انا بقول لكم انا كنت هنا كاتبه حاجات اكتر، بس اخترت 10 بس اتكلم فيهم النهارده، لان كلهم يعتبر مربوطين ببعض. دول العشرة اللي انا بتكلم عنهم النهارده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منهم، وانتوا قولوا لنا افكار في الكومنتات، ممكن اخد الفكره منكم في الكومنتات واتكلم عنها الفيديو الجاي. كل اللي يسمع الكلام اللي انا هقوله من فكرتكم انتم هياخد ثواب عليها، يعني انت هتاخدي ثواب، كل حد استفاد من الفكره دي. ودي كانت فيديو من سلسله بدايه جديده. بدايه جديده لكل حاجه في حياتك، لازم تحطي النقط دي عشان تبداي بدايه جديده مع نفسك، بدايه جديده مع صحتك، بدايه جديده مع التحويش، بدايه جديده مع ممكن تفتحي مشروع في اول نقطه قلناها. كل الكلام ده كده بدايه جديده لنفسك عشان تقدري تطوري من نفسك. اتمنى ان انت تكوني حطيتي لايك للفيديو، ما تكونيش نسيتي. ولو شفتي الفيديو لحد هنا صلي على النبي، ولو بتحبيني صلي على النبي في الكومنتات، بس حتى صلي على النبي في سرك. بس كده بنات، بحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.